السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا رب العالمين. غبرت عليكم لان الانسان كل واحد والظروف ديالو، الاشغال ديالو، الضغوطات مع العمل. مرة الانسان شوية عيان، والحمد لله والشكر لله، من الحامدين الشاكرين دائما. الحمد لله والشكر لله دائما، الحمد لله ونشكروه على كل حاجه كيعطيها لنا ربي في هذه الدنيا، الا ابتلاء باش يمتحنا الله سبحانه وتعالى. المهم راكم يبان لكم تبارك الله صلى النبي، ندير هكا يبان لكم. شفتوا هاد لوسايد اللي جبت من المغرب، مخدومين عند الدراس، بليد تقليديين ل 100%. الحب ديالنا حنايا في فلسطين، الحب ديالنا في القلب ديالنا. كيخلى واحد المثل: العين بصيره واليد قصيره. احنا علينا بالدعاء معهم، ما نساوهمش بالدعاء دائما في الصلاه في اي وقت، ان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله. اللي بغات شي واحد جوج ولا اربعه ولا كل واحد، كاين هادو مربعات ها هما، وكاين حتى طوالين بحال هذه هكا مربعه هكذا، شفتوا كتكون هكا، وكاين كيديرهم حتى الطوالين هكا، شكل ديالهم طوالين. انا خديتهم هكا مربعات. اللي بغات شي زربيه تقليديه و زواقه اللي بغات تقدر تصيفطها لي في الواتساب، وديك الساعه كيخدمها لك. وحتى بالنسبه للوساده، الا بغيتي شي زواقه ديال الشلوح ولا زواقه ديال هذا الابيض والاسود عاود غير هكا، هذا راه شتي، هذا لباس فلسطيني. انا شريته على الاخ فلسطيني بمدينه تيلبيرغ، راه عنده هنايا المحل، وفي نفس الوقت هو عنده جمعيه الخوتنا اللي في لبنان ولا في ليبيا، لا في لبنان، لا في لبنان، اللي في لبنان في المخيم. هو اللي مسؤول عليهم. تبارك الله صلى على النبي. دابا حنا 25 سنه ملي كنعرفوا هذا المحل ديالو، وهو اللي عنده هذا اللباس. وكاين لباسات اخرين عاود ديال فلسطين، وهذا مع هكا عجبني وخديته، لان اصلا هو هذا الشيء ملي كيبيعوا هذا الربح كيمشي حتى هو، الربح ديال بيع الملابس كيمشي لهاد الجمعيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفق الاخ ديالنا، ومعاه واحد الهولندي هو معاه كيخدم معاه حتى هو في المؤسسه، حتى هو مشى تما دار زياره في لبنان في المخيم، خرج واحد الكتاب بالعربيه وترجمه بالهولنديه كيتباع ب 15 اورو، وداك الفلوس كيمشيو عاود لهاد المساعده ديال هاد خوتنا في فلسطين. وتما حتى السوريين اللي كانوا خرجوا من الحرب حتى هما كاينين تما منهم. والله يكتب علينا مكاتب الخير، والله ينصرهم ان شاء الله يا رب العالمين. لهذا انا ما بقيتش ندير معكم. اشوف انا راه ضربني البرد، هاينو. يا ربي الحبيب، غير هما عندهم هاد اليدين هكا عراض. انا تشوفوني كندير هكا، هو راه نسيتو صافي، راه حتى هو كيبيعهم. هادوك اللي كتلبسيهم حتى لهنا، من الاحسن كتلبسيه لتحت، كتكوني مرتاحه بلا ما تبقاي كل ساعه كتشبري هكا ولا تنساي، وكيبقى هكا مفتوح. يقدر زعما الانسان اللهم استرنا في الدنيا وفي الاخره. راه ماشي كنقول لكم انا كامله، ولا الكامل هو الله سبحانه وتعالى. والله يثبتنا على الطريق المستقيم ان شاء الله، والله يهدينا على الطريق الصحيح، والله يلقينا مع الناس الطيبين والناس ما احسن منا ان شاء الله. غادي غير انا كل ساعه كننسى ملي كندير المباشر في التيك توك. الاخوات عندي كثار من اوروبا، وكنسى نقول لهم عندي قناه في اليوتيوب باش يدخلوا يتابوناو باش تطلع ان شاء الله، لان عندي افكار زوينه. نهار اللي يكون فيها شي مدخول انا ما كنتخلصش، ولكن نهار اللي يكون فيها شي مدخول عندي افكار زوينه ان شاء الله يا رب العالمين. خصني نبقى نفكر باش نقول لهم بلا ما راه عندي قناه في اليوتيوب، دخلوا وديروا البارطاج وديروا ابوني باش تزيد القدام، لان قناتي انا ناعسه. ما عرفتش واش عندها عطل ولا عندها، ما عرفتش عندها شي حاجه، يمكن الله اعلم. انا ما كنفهمش بزاف ديال الحاجات. لهذا سمعت دابا الناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب وعندهم حتى في التيك توك، كيقولوا 40 مليون، 50، 20 مليون. والاكثريه عاد هذوك اللي كيدعموا الناس بالفلوس، اللي عاد ما عندهمش القناعه، كيبغيو عاد راه ما كيرحموش. الله يحفظ السلامه. ما عمرني سمعت شي، ما نعرف لك بحال انا في الاول شحال دارتني بشرى، دارتني في المنتدى
عمرني ما طلبت مني ولا عطيتها الصراحه. ونهار اللي كانت لقيت انا دارتني في المنتدى انا كاع ما كانش على بالي، حتى كانت حطاتني قالت لي خالتي رشيده انا راه ميت لك واحد الفيديو على المنتدى وشحال من حاجه وراتها ليا، ولكن بحال بشرى وداك الشيء راه قليل قليل بزاف بزاف. لان بعض الناس ملي كيكون بدا يدخلهم شي هذاك المبالغ هذاك بحال اللي صافي كيتعمى لهم العينين، بحال اللي القناعه كتنقص ليهم، ولا الله يحفظ السلامه تقدر كاع تمشي ليهم القناعه. غير باغيين وراكو عارفين بزاف القنوات في المغرب بداو كيقولوا حنا نبغيو الخير وبغينا نديروا الخير، ولكن هو راه غير داروا دوك الفيديوهات وطلعت القناه دغيا، طلعت المشاهده، الناس ديال الجاليه اللي مكافحين في العمل الخيري بمعنى الكلمه. الرقم واحد راه نقدروا نقولوها حنايا الناس اللي راهم هنا، ان علاش انا كنت كان دابا لا، ولكن درت بزاف ديال الحاجات. لاحظت الناس واخا عندهم غير الصوماج وكلشي حدو قدو، وتلقاها هي ربما ما شحال من سنوات ما مشات للمغرب، شحال من حاجه محتاجاها باقي ما وصلتها، وفي نفس الوقت ملي كتشوف شي نداء على عمل خيري ما كتخرجش من الحساب، حتى هي تعطي اللي قسم الله. علاش؟ لان القناعه كنز الدنيا. اللي ما عنده القناعه عمرو في الحياه ديالو ما غادي يشبع، لا في اللباس لا في الفلوس لا في وشنو عنده في الدار، ولا وكيفاش عايش الحياه ديالو. الله يحفظ السلامه. الانسان حتى الحياه المرتاحه ما كتكونش عنده، وكايبين المظاهر يبين داك الشيء ديال الرفاهيات وراه هذيك، ولكن الله اعلم ربما تلقى حتى من يمشي ينعس ما كينعسش مرتاح، لان باغي ما شبعانش. والانسان اللي شبعان غير بحاجه قليله وقانع اكيد هذاك غادي تلقاه ينعس وهو مرتاح. ولان علاش؟ القناعه راه نعمه كبيره، اللي عنده القناعه راه ربي يرزقه بواحد النعمه، لان النعم ديال اللي كيعطينا الله ماشي لابد خص غير الرزق والفلوس ولا الصبر نعمه، القناعه نعمه، المهم بزاف ديال الحاجات ديال النعم عطينا الله سبحانه وتعالى وحنا ما كنردولهمش البال. لهذا انا باش ما نطولش الفيديو، اصلا اختكم غادي تخدم اليوم السبت القريب الكراجم، ولكن لابد خصني نخدم، ماشي واحد جوج ثلاثه صحاب لك ساهل باش غادي ندير الملاطي. الحمد لله حتى العمل عباده. اللي بغيت نتكلم عليه، انا شفت واحد القناه اول مره تلاقيت معها في التيك توك، واحد كيصلع داك الرجل ما شاء الله تبارك الرحمن عنده واحد القراءه القران الكريم ما شاء الله، وكان يتكلم مع بنته هكا، وبقيت نقلب في الفيديوهات عنده ولقيت دار واحد استجواب صغير مع واحد الشاب اللي كان حرق من المغرب، وكان دخل كولومبيا، وكان خصو من كولومبيا يزيد فين كان غادي يمشي، وكان جاء الحق عليه تما الوباء ديال كورونا وتحبس تما. غير الناس عطاولو في المسجد، هذا راه ربي بغاه وعطاولو في المسجد، بقى تما على ما تحلت الامور ديالو. لان بزاف ديال الشباب وماشي غير الشباب، الشابات النساء مجوجات يخليو الرجال ديالهم وولادهم وكيجيو كيشبروا يحرقوا في الباخرات ولا ما فتموا داك الشيء، وكيجيو كتكون عندهم ديك الفكره انا غادي نجي لاوروبا، انا غادي نخدم، انا غادي نجمع، غادي ندير الفلوس، غندير السياره، غادي ندير الدار، راهم دغيا على. انا بعض الناس تكلمت معاهم في البلاد كيقول لك على 3 سنين نقدر ندير بزاف د الحاجات الا دخلت اوروبا. شاب قالها لي، قلت له على 3 سنوات تدخل تقاد الامور، دير الورق وتجمع ودير كاع هادشي. حنا 35 عام في هولندا، واحد نص مترو ديال الارض ما عندناش بالحق، الحمد لله والشكر لله. رحنا في الدويره هاد الكرا هنايا ساكنين ومستورين، وفي دويرتنا كناكلوا كي قال واحد المثل كناكل القوت وكنستنى الموت. والله يرزقني ويرزق الجميع ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، راه فرمشة العين يقدر يرزق الانسان ويدير قبر الحياه، لان راه داروا الديور، داروا الفيلات، داروا العمارات، ولكن من جات الموت حتى حاجه ما داوها معاهم، كلشي بقى هنا، راه ما كدوم حتى شي حاجه دايم هو الله سبحانه وتعالى. جبدنا هاد الهضره على هادوك اللي كيقولوا في المغرب اوروبا كلشي ساهل، اوروبا الطبيب باطل، اوروبا الدواء باطل، اوروبا اللي ما عندهاش الراجل
راه يعطيو لها تسكن باطل، لا لا راه كيعطيو لها تخلص واحد الثمن بسيط. ما عرفتش انا ملي كيجيبوا هاد المعلومات وفي نفس الوقت ما غاديش نمشيو بعيد. بعض الناس اي حاجه ما كنعموش، بعض الناس اللي كيمشيو من هنا كيمشيو للمغرب كيبقاو يفوحوا على الناس، كيبقاو يقولوا شي حاجه اللي هي كاع ما كايناش. هو تلقى بعض الناس كاينين هادو راه الحقيقه قصاد تقال، كيبقى هنا يزير على راسو ويشطر على هادي ويشطر على هادي باش يجمع ويدير يشري الحوايج ديال المظاهر باش من يمشي ينزل للبلاد باش يبان على الناس. عطله تمشي تستمتعي، تمشي ترتاحي، ماشي نمشي نبان على الناس. علاش غادي نبان على الناس؟ شكون انا وشكون هما؟ كنا غادي نتخشاو في ديك الحفره، ما تيديروا لك الزليج ولا لا موزيك ولا انا، كنا نتخشاو في التراب ويتنزل علينا الحجره ويتنزل علينا التراب. سعدات اللي وجد لها ديك البلاصه، ما هنا دايزه باش ما كان. حنا هنايا دير هذه خصني ندير هذه، لا حتى نوصل هذه حتى ندير هذه، لا عمرنا ما نساليو. رحنا غاديين حتى تلحق علينا هذاك النهار ويجي ملك الموت. والله يحفظ يا ربي، ما عرف كيفاش نكونوا، الله يرزقنا حسن الخاتمه ويرزقنا الثبات ونثبتوا على الشهاده، والله يعطينا قد الصحه قد العمر، لا في الصحه ديال الجسد ولا في الصحه ديال الدماغ، لان حتى هذا مهم جدا. غادي نبقى نهضروا على هذا الشيء. انا عجبني نبقى كلهم في الخدمه قالوا لي تبقاي تشاركي باللغه العربيه ديالك حتى على هذا الشيء ديال الزهايمر. الزهايمر هو راه الديمنسي، لان بزاف الناس راهم غالطين، وبزاف القنوات في البلاد نقدروا نقولوا جهلوا، لان هذاك كيجي من الجهل، المظاهر الحفلات وهذيك وزيد وزيد. المهم اللي راهم كيفكروا في البلاد اوروبا كلشي سهل، غلط. ما كاين الطبيب باطل، الباطل هو كيبطل. ما كان الدواء باطل، ما كان السكونه ما عندهاش الراجل. ما لا اختي غادي يسحب لك شحال هذا راه قله الفهامه. يعطيو لك تسكني باطل، والله ما تخلصي ما تسكني، ما تخلصي ما تمشي للطبيب، ما تخلصي ما تمشي تجيبي داك الدواء الحبيبه ديالي. راه ما عندك راسورانس وتوقع لك شي حاجه، عرفتي راه شحال د الفلوس تحطيهم صحاح على الطابله. راه خص الانسان يفكر شويه بالعقل ديالو. حقا هنا كتخدمي عندك القوانين ديالك وكل شيء، ولكن الانسان يدخل بالقانون. اما باش غادي تدخلي وتكرفسي وغادي يدوز عليك، راه دابا ماشي الوقت ديال واحد الزمان. هاد الزمان غادي هو كيقساح. الانسان خصو يفكر بالعقل ديالو. وكاين بعض من الشباب كيكونوا في المغرب كيسهروا كيصبحوا ناعسين وما مولفينش داك خص جري عليا نجري عليك وتماره، حيت صحابهم هنا الخدمه راها سهله. الخدمه كما كانت فيها التعب، لا في البلاد ولا هنا. حتى هنا ملي كتمشي تخدمي، حتى حنا راه عندنا العظيمات، عندنا الظهر كيضر. الانسان خصو يفكر شويه بعقله. وعاود المدخول ديال هنا خاصكم تسولوا وديروا الورقه والستيلو مع الناس اللي في البلاد. غير واحد موظف وعنده مدخول وعنده دويرتو ما كيكريش، لان حنا كنكريو اكثرنا، حنا كنكريو. كاين اللي عنده، ولكن ما غاديش نقولوا زعما واحد العادات كثيره كلهم عندهم الديور ديالهم هنا. الانسان خصو يكون واقعي، ما يبقاش يكذب، ماشي مزيان. حشومه نضحكوا على خوتنا. غادي نديروا الورقه والستيلو. بحال نتكلم على راسي، ها شحال عندي ديال المدخول، ها شحال كنخرج في الكرا، شحال كنخرج في الغاز، الضوء، الماء، الكابلي ديال التلفازه، الابونومنت ديال التليفون، راسورانس ديال الطبيب، راسورانس ديال الدار الا وقعت شي حاجه. الله يحفظني ويحفظكم كاملين ان شاء الله. كاين بزاف د الحاجات خصك هادو كلهم خلصيهم. وشوفي شحال غادي يبقى لك بهذيك الشهريه اللي دخلتي باش تاكلي بها 4 ديال السيمانات. وتزيدي في هاد الوقيته اكثر، المصروف كتمشي 50 اورو. 50 اورو الا بغيتو شي مره بغيتو ندير معكم فيديو نتقدى ندي 50 اورو ونجيب بها التقضيه، وديك الساعه نقول لكم ها التقضيه ديال 50 اورو. وشوفوا ايوا 4 السيمانات، ولا كانت يدك زعما مجموعه شويه راكي غادي تقدري هذاك. ولكن خصك يكون عندك السوايع بزاف ديال الخدمه. ولا كان يدك بحالي انا، ايوا نطلبوا الله سبحانه وتعالى ينزل البركه. ان راه ماشي سهل. واش الانسان الا تخسرت لك الماشينه في الدار ديال التصابين وكنتي ما جمعتيش، ماشي راه غادي كتسلفي وتمشي تشريها. ضاعت لك شي حاجه في الدار وما عرفتيش كيفاش كتكوني ديرهم ابارت تجمعيها وتمشي تشري بها هذيك الحاجه. حتى حاجه ما سهله. الناس اللي كيقولوا راه عندكم نتوما ساهل، لا اختي نتوما كتدخلوهم. هذاك اللي غير موظف في المغرب، روحي شوفي شحال كيدخل، شحال كيخرج، شحال كيشيطلو، غادي تلقاه هو احسن من هذاك اللي راه هنايا
راه اكثرهم هنا الظهر ديالهم كلهم كرفس، اكثرهم ها ظهرهم والسياتيك. دابا كاين الصغير كاين الكبير الله يحفظ فيه السياتيك. حق انت في البلاد غادي يقولوا لي واصحابك غير نتوما بحال وحده انا قلت لها زعما علاش هاد الثمن اللي درتي معايا؟ راه الناس اي واحد ما كان حتى واحد بهم قال لي الثمن هو هذاك، كلهم قالوا لي زادوا عليك. قلت زعما راه ماشي انا راني كنجلس وكنلقاهم في الصباح على الطابلات انا كنضرب فيهم تماره حتى انا، زعما راه كتجيني حشومه. الانسان واخا يدي واحد شويه راه بعدا شويه، ولكن باش يدي معاك بزاف وكيبقى يضحك عليك راه ماشي مزيان. قالت لك ولا وصحاب لك راه حتى حنا كنضربوا تماره. ماشي انا هي فهمتني غلط، صحاب لها كنتشكى عليها. انا ما نتشكى حتى على شي واحد. الانسان يتشكى يهز كفوفو لله سبحانه وتعالى ويتكلم مع الله سبحانه وتعالى. ما غادي نتشكى عليك ماشي تشكيت عليها، ولكن الانسان تلقاه بعض المرات كيقول لا هذيك راه في ديك البلاد عنده جيب اعطي ليماه. هكا سمعتها بودني، اعطي ليماه ما تخممش فيه راه عندهم. الا عندهم ما نمشيو بعيد، سولوا الناس كل واحد بزاف اكثركم كاين اللي عنده واحد ولا جوج ثلاثه العائله ديالو في اوروبا. شوفوا شحال العائله ديالكم اللي عندهم الدار في المغرب. انا كنعرف عدد كثيره ديال الناس عندهم سنين وسنين، وحده انا منهم 35 عام في هولندا، ومن مشي المغرب كاين اللي كيضحك عليا كيقول لي انت حتى الدار ما درتيهاش، وكيضحكوا عليك وكيقولوا لك كلمه اللي غادي تبقى لك في الدماغ ديالك كدور، كتقول كيفاش غادي ندير. الانسان خصو يفكر شويه بالعقل ديالو. راه صحاب لك واحد جوج ثلاثه غادي ديري تجمعيهم هذوك اللي درك يهضروا ب 50 مليون 100 مليون. صحاب لك انا غادي نتيقهم؟ انا ما شفتش بعيني، الله اعلم، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ولكن عندك المدخول حدو قدو وانت يد وحده قال لك واحد اليد ما كتصفق وكيبقى يقول لك ايوا ما درتي حتى الدار. حق الانسان بعض المرات بصح خاص الانسان يتعلم كيفاش يجمع راسو، كيفاش يبقى يدير واحد شويه يجمعهم ابارت. ولكن دابا حنا ماشي حتى حاجه معروطه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عمرو ما نبقاو نقولوا علاش هذوك الناس في اوروبا علاش هذيك حتى الدار ما دارتهاش. راه كاين اللي 8 سنين 9 سنين حتى 10 سنين ما هبط للمغرب لان يدو متقوبه كيسبق شي حاجه وكيخلي راسو. راه الا شفتوا هذوك الناس الجاريه اللي كيديروا راه كيحيدوها من راسهم وكيعاونوا بها شي حاجه وكيديروا مساكين كيقول لك ايوا لا معليش. والحبيبه ديالي فكروا مزيان، انا ما كنعممش، ولكن انا حتى انا ملي كنمشي للبلاد كيتسولوني كيقولوا لك اسيدي لا نتوما عندكم انت راكي في اوروبا. واش دابا انا راني جالسه في اوروبا دابا نجلس هكا كلشي يجيني على الطابله؟ دابا هو واحد البرد واحد الصم، والسبت والحد اكثرهم كيجلسوا كيخدموا من الاثنين حتى الجمعه. وانا الخدمه ديالي خصني حتى السبت والحد جوج الفيكانت ولا حتى ثلاثه الفيكانت في الشهر خصني نخدمهم. وشحال ما قدرت وساعدتني الصحه ديالي نبغي نزيد شي سويعات. علاش؟ كلشي تزاد كلشي غالي. غير باش تبغي تهبطي تمشي للمغرب خلصي التيكي وجدي اللي دي معاك وشنو تصرفي تما ملي ديري الحساب كتلقاي الا جلستي بعض السنوات هنا احسن واحسن تقدري تجمعي وديري شي قبر الحياه كي كتقول وحده. لان واحد الاخت تعرفت عليها طلعت معايا في اللايف تيك توك قالت لي اختي رشيده من نادور، قالت لي حنايا والراجل وتعاوننا وجلسنا ما عرفت 8 سنين ولا اكثر. قالت لي باش درنا واحد الشقه، باش داروا واحد الشقه. راه الناس كيديروا الكريدي، راه الناس راه ما كيشي كلشي كيقول لك الظروف ديالو. راه كي قالت وحده راه اكثرنا كنديروا الماسك على وجهنا، ماشي غير تشوف واحد على بر هكا على برا تقول شتي القرقاعه تكون زينه زينه كتحلها تلقاها داخل خامجه. ايوا راه حتى بنادم اختي الانسان الحمد لله عايشين كل واحد والنصيب ديالو في الحياه ديالو. ولكن راه حتى واحد ما كره تكون عنده الدار ديالو في البلاد، مي كينزل للبلاد كيحل الدار ديالو. قال لك داري هي مستر عاري، هذه واخا ماشي دارنا د الكرا ولكن راه تحسب داري لان كنخلص داك الكرا ماشي ديالي ولا ديال الشركه، ولكن انا ساكنه فيها وبالاسم ديالي والمغرب ما عندنا حبيبه والو، عندنا الله سبحانه وتعالى. شحال من واحد كيمشي يكري، بشحال واحد كيمشي للعائله من دار لدار. الانسان خصو يفكر فيها لان هذوك القنوات اللي بشحال من قناه استغلت هذوك الناس راهم معروفين اللي كانوا مع الابار وكانوا مع يبنيو
هما كانوا عارفين بلا ما غادي يتناسبوا مع هذوك الناس، وبقاو كيبنيو لهم يقادوا ملي كملوا قالوا غادي نتزوجوا بديك البنت. هما كانوا يقادوا كل حاجه كيديروا لها البلان. حنا حتى الاخر وعرفناهم، ولكن دابا اكثر الناس الجاليه حفظوا كلشي. دوك اصحاب القنوات اللي داروا تاع حراميات راه كلشي حفظوهم. راه الانسان شحال قدو كيكتب، قال لك تبع الكذاب حتى لباب الدار. والانسان المعقول راه قليل، ردوا البال ديالكم. وحنا العاطفه كتغلبنا وكتسبق لنا، وهذيك العاطفه خاص الانسان ما يسبقهاش، يخليها ملهيها بعيده بزاف، ماشي غير شويه. راه عرفتوا لا، انا هذا العام اللي مشيت للمغرب شحال من واحد هذوك كانوا بانوا ليا ديال الناس ديال السماوي كيتبعوني. عرفتوا كندير واحد الجريه ما كنشوف لا هاك لا هاك، لان انسان الا دازت عليه واحد المره خصو يتعلم. وكنا نتكلموا على هذوك الناس زعما اللي يقولوا يجيو يحرقوا هنا في اوروبا. خص تكون كابابل، خص تكون عندك الصنعه، خص تكون عندك الفلوس، حسيسه تكون جمعتها كثيره باش غادي تدبر التكريره. خصك تخلص. المهم يكون عندك باش غادي تبدا، باش تكون عندك البدايه. ما عندك والو، الانسان يتعلم بعدا هو الاول، يكون بدراعه ويكون كابابل يخدم في البلاد. غادي يقولوا لي البلاد ما فيش الخدمه، ما غاديش نقولوا كلشي اللي في البلاد ما خدامش، كاين اللي خدام وما شاء الله تبارك الرحمن. والانسان عاود هادو الناس اللي هنا الله يهديهم والله يهدينا كاملين. من نزلوا للبلاد خاص الانسان يكون متواضع وما يوصلش الرساله غلط، وما تبقاوش ديروا التهجيج في هذوك الشباب. ودابا رجعوا النسب برجالهم وولادهم كيسمحوا فيهم وكيشدوا الطريق. وصلوا الرساله الصحيحه للناس. قولوا للناس راه ودي راه ماشي سهل. ودابا كيطلعوا في التيك توك العدد كثيره كتقول لك انا خليت الراجل مريض، خليت ولادي، واش تعاونيني؟ يا ودي راه الله ينعس الشيطان. انت كاع مجوجه والولاد وتخليهم بعدا الراجل كتجي عليه، ولكن المراه تكون مجوجه وعندها الولاد وتسمح فيهم كاملين وتجي لهنا وتبقى تكرفص وتبقى ثانيه تقول لك لا راه ولاد بلادي ما بغاوش يعاونوني. الله ينعس الشيطان الحرامي، الله ينعلو ويخزيه. الانسان يفكر شويه بالعقل ديالو، راه فين ما مشيتي خصك تضربي تماره. المهم انا طولت عليكم الفيديو لان خصني نمشي نوجد راسي باش نمشي نخدم. المره الجايه غادي نكملوا، وان شاء الله الانسان يفكر مزيان مزيان من يبغي يدير شي حاجه في الحياه ديالو، لان راه حتى حاجه ما سهله. تحركوا ترزقوا، والانسان يسول مزيان ويسول الناس اللي ثقه والناس اللي غادي يوصلهم المعلومه الصحيحه، ماشي اي واحد غادي نمشي نثيقو. لان هذا الوقت الناس غلبت عليهم المظاهر وبزاف والتفاهات وزيدوا راه كلشي على بالكم.